شقه. ايه السواد ده يا اسكندرانيه؟ جايبيني اسكندريه عشان اكل فرخه رجلها مسلوخه؟ اهلا بيكم في اسكندريه في مقارنه من على البحر من الدور ال20، وجايين نقارن فرايد تشيكن، لان لما عملت مقارنه وقلت ان بازوكا طلع احسن واحد قالوا لي لا يا باشا تعالى اسكندريه ناكلك عند فرايد تشيكن من البركه. وطبعا فايف روسترز وبازوكا هنقارنه معاهم، هنجيب ابن القاهره مع الاسكندرانيه، ويلا بينا نبدا بالبركه اللي قالوا عليه. طلبنا 6 قطع من مطعم البركه، 2 سبايسي و4 عادي. وعايز اقول لكم ان انا طلبت ريزو، كاتبين لي فته، انا مش عارف ايه هي الفته اللي انتوا جايبينها، انا طالب ريزو، يعني انا ما اعرفش اصلا ان في مطعم فرايد تشيكن عامل فته. تعالوا نسمي الله ونشوف اللي جاي لنا ايه من مطعم البركه. منظر تحس انه جاي من البيك صح؟ ثمن الاوردر 6 قطع واحد ريزو عامل 433 جنيه، وعايز اقول لكم قالوا لنا هيوصل في خلال 90 دقيقه، بامانه الله وصل في تلت ساعه. تعالوا نسمي الله. ايه ده؟ 4 قطع جايبين لي فيهم جناح، كده ظلم يا جماعه. من بدايتها كده انا مش مبسوط، بس صدر كبير، صدره يحترم. تعالوا نوزنها زي ما بنعمل في القاهره. فاكرين يا اسكندرانيه مش هوزن؟ لا انا هوزن. طالعه قدامك قد ايه؟ 715 جرام، 6 قطع. وعايز اقول لكم ان الهوا والجو تلج، انا بعمل المقارنه دي وانا بترعش من جوايا. اتمنى بس ان الايه يعني المقارنه دي تعجبكم. ده منظر القطعه عند مطعم البركه، ده على هنا كده دي فخده وده صدر، ومنظر الصدر كبير، قطعه كبيره. تعالوا نسمي الله. هندوق الاول في السبايسي. سبايسي رشين شطه. ايه ده؟ هنشوف العظمه بتاعتهم ادي البركه، في سواد اهو في اللحمه من جوه. تعال نشوف العظمايه مسوده ولا لا. العظمايه نضيفه ماشي. عايز اقول لكم ان الشطه صارت في عيني عشان هم رشينها من بره وانا قاعد في الهوا في اسكندريه. بابا عيني. بص السبايسي رهيب والشطه طارت في عيني، هم رشين شطه من بره طارت في عيني وانا في الهوا. انا زعلان منكم يا مطعم البركه، ما ترشيش شطه من بره تاني. تعال ندوق الدبوسه الاوريجينال. ده منظر الدبوسه يا صديقي، باين شكلها حلو صح؟ السواد بردك موجود من جوه زي ما انا ما بقول، ولكن طعم الفرخه نضيف، لكن العظمه من جوه مسوده. طيب عشان ما نزلهمش تعال ندوق حته من الصدر. تعالى كده يا صديق. وانا عايز اقول حاجه، هو في المفروض الستة اوريجينال دي تتبيله ولا شطه؟ عشان انا عايز اعرف بس. منظر الصدر من جوه نضيف قوي صح؟ صح يا صديقي؟ صح. بص انت هتاكل فرخه نضيفه قوي مفيش كلام، بس حته العظم المسود دي مش عجباني. وعايز اقول لك ان القرمشه بتاعته اللي بره والبريدنج تحس انه غريب عن بقيه المطاعم، يعني مش ده المنظر ده ما شفتوش قبل كده. واخد بالك انت من منظر طبقه البريدنج؟ تحس معموله طبقات خفيفه خالص، مش اللي هو البريدنج الاوفر. مش هقول لك ان انت 10 من 10 الصراحه، انا هديك 8 من 10. ندوق البطاطس حلوه ولكن مجلده عشان طبعا التيك اواي. ندوق الكروسلو. قلت لكم ان الفراخ حلوه، الكروسلو بتاعهم كارف حاجه مش عيب المره. على طبق الفته اللي ب 125 جنيه، انا طالب ريزو بعتوا لي فته، انا مش فاهم ايه الفكره، وعليه مايونيز وكاتشب. هم حاطين توميه لان فعلا تقريبا عاملين فته بجد، ده مش ريزو، وحاطين باربيكيو، والرز اللي تحت بسمتي. يعني شام هو انا طالب ريزو يا جماعه، هل الكلام ده في اسكندريه بس ولا ايه؟ ولا ده اختراع من عندهم هم بعتوه اصلا بدل الريزو ولا ايه؟ في ايرور في دماغي. بص هو ميكس حلو وطلع مظبوط. خش على اللي بعده. في تاني واحد معانا بازوكا، اللي بدأ من القاهره وفتح في اسكندريه وب 510 يا جماعه، اغلاهم سعرا، فهنقارنه وبعد كده نكمل بتاع اسكندريه بتاعكم. واتمنى من الله ان ابن بلدي ومنطقتي يكسب. تعالى يا عم بازوكا. بص تغليف يحترم، وعايز اقول لك ان حاسس ان الحاجه جايه سخنه مع ان انا اصلا متهلج، انا في التلج، وعقبال ما هاكلها هتكون بردت عقبال ما اطلع ده كله. والست قطع جايين يا جماعه، 2 سبايسي و4 عادي، احنا طالبينهم كده، جاي معاهم باكت بطاطس عصير، الريزو طالبينه ب 80 جنيه، و2 كروسلو هديه. وتعالوا نوزن ونشوف. انا عايز اقول لك ان هي جايه سخنه، جايه انا ماسكها دافيه، يعني احنا هنتلجها دلوقتي. لما بص بقى ادي بقى عيبه، البتاعه لزقت والقرمشه راحت مني. دول الثلاثه، فين الرابعه؟ حاطين لي دبوستين وفخده وصدر، ماشي اهي بردك هتبقى عادله مقابل ان فخده وصدر، وهنا فخده وصدر السبايسي. ايه اخبار الميزان؟ انت شايف حاجه؟
وهنا اتقل منهم، هنا 860 جرام، فرق حوالي 100 وحاجه جرام. يعني ابن بلدنا القاهره الراجل مروق عليك اهو. بس في حاجه انا حاسسها غامقه شويه عن اللي فاتت، صح؟ انا اسف يا بازوكا ما تزعلش مني، بس انتوا مغمقين فراخ ليه كده؟ ليه كده؟ ايه ده؟ دبوسه محترمه بس الصراحه ايه ده؟ دبوسه. عارف انت الفرخه اللي بتبقى قاعده عند الفراجي قاعده فوق دي التخينه، جابوا منها الدبوسه. طبعا انتوا سامعين صوت القرمشه اللي حصل، عشان ما تقول لو قلت لك ما قرمشت ما تقوليش ده اعلان لبازوكا، بقى منطقه لو حياه النعمه دي ما اعلان لبازوكا. القطعه اللي انا اكلتها دي الاوريجينال، وتقريبا في سنه سواد في العظمه من جوه برضك، هنشوف دلوقتي. طيب الدبوسه دي عظمتها اهي مسوده سنه صغيره مش زي اللي فاتت، ولكن عايز اقول لكم القطعه اللي اكلتها تتبيلتها مش عجباني بالمره. ما تزعلش مني يا بازوكا، شكلي قصب الاسكندرانيه وانا في بلدهم. بما اننا دقنا السبايسي تعالوا ندوق الاوريجينال. سوري دي طلعت السبايسي، انا دقت الاوريجينال اصلا. تعالوا نسمي الله. حلوه ونضيفه ومفيش كلام، والتتبيله واصله لحد جوه. طب الشطه اهي حق شقه. اي نعم هي شطه جدا، بس هنا الشطه يعني لحد جوه قوي زي ما انا بوريكم، مش رشين شطه بره زي ما البركه ما عامل. تعالوا نشوف حته كمان عشان ما نظلموش. انا اوريكم حته من الصدر زي ما وريناكم هناك. الصدر نضيف ماشي، بس التتبيله الاوريجينال مش عجباني. هي الفرخه دي حلوه، تعال ندوقها من جوه، ندوق حته اوريجينال تاني، يمكن الدبوسه ما كانتش حلوه. طب ليه الامانه؟ انا جبت في القاهره كان 10 من 10 من 10 من 10 من 10 بازوكا. هنا يعني مش عايز اقول لكم هو سبايسي حلو هنا، والاوريجينال مش حلو، مش عجباني التتبيله خالص، حاسس اني باكل فراخ بس. هناك في البركه السبايسي مش عاجبني، والاوريجينال تحفه. تعالوا بقى نشوف الريزو ابو 80 جنيه، وانا حاسه فقير شويه في الكاميرا، صح؟ هيظهر لك انا عيني شايفاه فقير شويه، لان تقريبا لو عديناهم قطعه 2 3 4 يعني قطعه واحده ستريبس متقطعه وشويه ريزو، والصوص حتى مش كتير. بصوا نستنى 5 روستر اللي يحكم، بس ادوق الكروسلو بتاعتهم الاول. كروسلو عالميه بجد. شويه بطاطس بقى شكلهم نضاف، صح؟ بس جلدوا عقبال ما جم، بس طعمهم احلى من بتوع البركه الصراحه. خش على بعض. وارخصهم سعرا 5 روسترز، وعايز اقول لكم ب 400 اهو. الفاتوره انا بتهلج يا جماعه، انا وانا بعمل المقارنه دي هيجي لي برد. 420 جنيه، وتقريبا يعني هو نفس سعر البركه، الفرق ما بينهم 13 جنيه. طيب نسمي الله. ونفس طبق الريزو الحجم في الكميه تقريبا يعني. هل هم حاطين رز بسمتي بردك؟ يا جماعه انا ما جيتش سوري، انا جيت اسكندريه يعني، انا مش فاهم حاطين رز بسمتي ليه اصلا. فنسمي الله ونشوف. ونفس الكلام جبنا بردك 6 قطع، قطعتين سبايسي و4 عادي، وكل مكان بيبعت جناح. انا مش فاهم ليه اصلا يبعت لي جناح يعني. انا ما هو ايه؟ بازوكا ما عندهمش اجنحه. معانا بازوكا ما بعتش اجنحه. قال لهم وزنا فرق ما بينه وبين بازوكا ربع كيلو تقريبا، فرق ما بينه وبين البركه حوالي 100 وحاجه جرام. القطعتين السبايسي موجودين اهي، دي واحده منهم والباقي اوريجينال. بس انا عايز اوريك بقى منظرها هنا، انا حاسسها غامق اكتر من بازوكا. يعني بازوكا كان غامق، ده اغمق منه، واللي كان فاتح فيهم شويه هو كان البركه الصراحه. وطبعا يعني في جناح هنا، فعشان كده الحاجه بتطير يعني. معلش انا اسف. نسمي الله. الشطه موجوده ها، باينه قدامك. سبايسي نفس طعم البركه بالظبط، اللي تحس ان الشطه من بره كمان مش من جوه بس. وطعم الفرخه معقول، بس حاسسها يعني لون الغمقان ده مضايقني. يعني طعمها حلو مش وحش، وكان فيه قرمشه الصراحه وانا باكلها ماشي. انا هدوق الحته الاوريجينال دي. وعايز اقول لكم يا جماعه، انتوا شايفينها هنا عشان الكشاف منور، انا من هنا شايفها مضلمه، انا قاعد في ضلمه وبصور. ونسمي الله. في قرمشه حلوه الصراحه. تعالوا نشوف العظمه من جوه. وزي ما حضراتكم شايفين كلهم العظمه عندهم مسوده شويه. طيب الصراحه تتبيله بسيطه خالص، مش حاسس بطعم التتبيل يعني، حاجه لا تذكر، ما تحسك بتاكل فراخ يعني، حاجه كده بردك بسيطه. الاوريجينال مش حلو خالص، السبايسي يمكن معقول شويه، بس الشطه من بره دي مضايقاني شويتين. والفرخه نفسها هنا مش يعني ده اقلهم كواليتي الصراحه بامانه. وهنا نفس حجم الطبق، ولكن رز مصري اهو، وحاطين باربيكيو عادي مع بيبقى ليه سنه تاني مع الريزو يعني. بص الريزو هنا الصراحه حلو مفيش كلام، مسكر، قطع ستريبس كويسه، وحجم الطبق نفسه
يعني حاجه محترمه قوي يعني. تعال نشوف البطاطس اللي جايه بالبطاطس قليله شويه، يعني هو حاطط كميه قليله شويه عكس الاماكن الثانيه اللي احنا جبنا منها. حاجه نختمها من عندهم الكورسلو، البطاطس مش عجباني مجلده، وده في كل الاماكن مش هما بس، كل الاماكن اللي جت البطاطس كانت عندهم مجلده. كورسلو كريمي مليانه صوص وطعمها حلو. وفي النهايه يا جماعه ده راي هاني فود، مش راي الناس كلها. ممكن ناس تختلف معايا وناس تقول لي ماشي، ولكن بالنسبه لي افتحهم وشكل احلى وبريدنج حلو كان بالنسبه لي البركه، يجي بعديه بازوكا، ولكن عايز بس عشان ما اظلموش فرع فروع القاهره بتبقى احلى من كده بكتير. محتاجين نظبط الكواليتي كنترول بجد هنا. انا بجد في اسكندريه اتصدمت، يعني مش هو ده بس في الاخر يعني مش هقول ان فايف روسترز وحش وحشه، لا هم انت حوار انك المقارنه ده هو اللي بيبين الفرق ما بين الثلاثه، لكن لو كلت ده لوحده وده لوحده وده لوحده انت مش هتحس. وفي الاخر طعم الفراخ عندهم الثلاثه نضيف مش وحشه، بس يعني ده اغمق شويه، ده اغمق سنه، ده فاتح خالص البركه. كان عندكم حق يا اسكندرانيه، عندكم هنا في اسكندريه هو البركه، وما زال لسه بندور على احسن فرايد تشيكن، لاني ما حسيتش برضك ان هو ده الواو قوي، لان بالنسبه لي الفرايد تشيكن دي ليها مستوى اعلى من اللي احنا كلناهم قدامكم دوت، ولسه ما زلنا بندور على احسن فرايد تشيكن. كانوا معكم هاني فود من قلب اسكندريه من الدور ال20 وخلف البحر. سلام.